أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة ضيفنا هو مواطن مصري، مواطن مصري دمه حامي، ومواطن مصري في يوم من الأيام في أواخر سنة 1990 شاف حاجة أغضبته جدا، شاف شيء ما قدرش إن هو يغض البصر عنه، ما قدرش إن هو يشوفه ويمشي ويستكمل حياته بشكل طبيعي. شاف شيء على الحدود مع إسرائيل جعل زي ما قلت كده الدم بيغلي في عروقه، وقال إن هو لازم يتصرف بخصوص هذا الأمر. وتصور وقتها إن هو بيعمل عمل بطولي. هل تصور وقتها إن هو سيكرم؟ لأنه في النهاية اللي دفعه لهذا العمل كان حبه وغيرته الشديدة على بلده، على وطنه مصر. هل كان بيتصور إن هو هيكرم، ولا كان إيه اللي بيدور في ذهنه؟ لأنه الحقيقة إن اللي حصل ما اتكرمش خالص. الحقيقة هو تم حبسه لمدة 10 سنوات وخرج من السجن. طبعا بقاله سنوات خرج من السجن، ولكن يعني بعد كلامي معاه عرفت ان كان في تضييق عليه في الفترة اللي فاتت طوال ال10 سنوات اللي هو بره السجن فيهم اللي فاتوا، ومش قادر ان هو كان يتكلم في الاعلام، ولكن الصورة اختلفت اليوم. هو ضيفنا النهاردة، خلينا نتكلم معاه ونعرف حكايته ايه ونعرف هو بيعمل ايه في حياته، لانه اذا كان ما حصلش على تكريم فعلى الاقل لازم يكون بيعيش دلوقتي حياة كريمة. عايز اعرف هو بيعمل ايه في حياته. الأستاذ أيمن محمد حسن، الجندي المصري اللي احنا هنتعرف عليه ونقرب منه دلوقتي. أهلا بيك أستاذ أيمن. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. الله يبارك فيك. أستاذ أيمن، عايز أعرف حكايتك بترجع يعني، أو نبدأ الحكاية من الأول. أنت حكايتك بترجع ل 1990 شهر 11. تمام حضرتك. إيه اللي حصل وقتها؟ هي الحكاية أصلا بترجع قبل كده بفترة بسيطة، ب 46 يوم، في أعقاب احتفال مصر بذكرى انتصار أكتوبر. في نقطة جنب مني العلم المصري، الحبل بتاع العلم اتقطع، دخل الجانب الأرض المحتلة اللي هو الكيان الصهيوني، خدوا العسكري الإسرائيلي وفي حركة استفزازية مسح بيه جزمته قدام مني. فأنا شفت كده، بلغت الضابط بتاعي، أنا كنت فرد استطلاع، بلغت الضابط بتاعي قلت له العسكري الإسرائيلي معاه علم مصري وعمل كذا كذا. فقال لي حاضر احنا هنتصرف. في خلال 4 أيام عمل واقعة غريبة جدا، ويعني نقول أساء للعلم المصري إساءة جامدة جدا مع مجندة إسرائيلية. فأنا في اللحظة دي طبعا قبلها ب4 أيام كنت قلت للضابط بتاعي، لما عمل كده قررت في نفسي، قلت مش هقول للضابط بتاعي ولكن أنا هرد للعلم المصري. أنا سامع أنينه بيصرخ تحت هذا الصهيوني، وقلت له كده باللفظ طلبت موتك يا عجل. وكان القرار مني. انت اول مره شفته بيمسح بيه حذائه، بعد 4 ايام شفت يعني عمل غير اخلاقي يعني بيحصل تمام. بالعلم. استنيت ال4 ايام ان رئيسك في العمل يتصرف وما تصرفش. قال لي احنا هنتصرف وبلغ القياده وكده، ولكن ما حصلش اي رد منه. لما عمل كده انا قلت له خلاص انت طلبت موتك يا عجل. وكانت الفكره ان انا انزل التبه اللي انا عليها، انا على تبه ارتفاعها 1600 متر، انزل درجه او درجتين، بحيث ان انا كنت برضه في فريق الرمايه. طلقه مؤثره قاتله، ده ردا وجزاء على ما حصل. التبه دي كانت فين بالظبط يا استاذ ايمن؟ في منطقه راس النقب، اسمها وادي سهل القمر. تبه الصفراء دي تبه كبيره جدا، وقدام مقابل المطار الاسرائيلي اللي هو مطار راس النقب الاسرائيلي. وبعدين في خلال 9 ايام انا بحسب له ميعاد الاجازات بتاعته بيجي امتى ويروح امتى، على اساس ان انا انزل التبه واخترق الحدود، اكون من مسافه قريبه منه. حصل مذبحه المسجد الاقصى، فقدسيه المسجد الاقصى، والان لو نزلت لاضرب عسكري. الحرم الابراهيمي تقصد؟ لا، المسجد الاقصى سنه 90. فردا على مذبحه المسجد الاقصى، عسكري بعسكري ما تنفعش. قدسيه المسجد الاقصى اكبر، ولذلك قررت تعديل العمليه من مجرد عسكري لهدف اكبر واتقل، رد فعل طبيعي للي بيحصل لينا على ايد الاسرائيليين والصراع العربي الاسرائيلي، وتاريخهم كامله معانا اسود ما فيهوش ولا نقطه بيضاء. ربنا اكرمني في خلال 46 يوم قعدت اخطط واتمرن واتدرب جري ولياقه. لوحدك يا استاذ ايمن كانت الخطه، ولا كنت قلت لحد عليها؟ لا، من غير ما حد يعرف، لوحدي. لان ما يعني انا لو قلت لاي حد من زمايلي ممكن يكشف امري ويكون نتيجتها الفشل. ربنا اكرمني ووفقني، قعدت اخطط لهم 46 يوم، لدرجه ان انا نزلت اجازه، ودعت زمايل ليا طبعا، اللي ما زرتوش رحت زرته.
اللي زعلان مني رحت رضيته، اللي له عندي دين رحت سددته له، واحتسبت نفسي شهيد عند الله. انت كنت عامل حسابك انك مفيش عودة. يعني انك هتستشهد يعني. مفيش عودة، لان انا هدخل هضرب. انا ركزت على الاتوبيسين، اللي هو الاتوبيس فنيين وعساكر واتوبيس الضباط. الاتوبيسين دول بيحرسهم دوريات اسرائيليه وقوات رد سريع، عندهم التحركات العسكريه بالجبات قويه، ولكن سبحان الله احنا عندنا ايمان الجندي المصري وقلبه اقوى من التجهيزات العسكريه الاسرائيليه، وذلك ربنا سبحانه وتعالى كلل نجاحي ان انا اقدر اجهز طول الليل ذخيره. انا عايزاك تقول لي بالظبط يوم العمليه او ليله العمليه الذخيره جت منين، جهزتها ازاي، واخترقت او دخلت الحدود ازاي؟ انا قعدت طبعا ميعاد خدمتي ان انا ماسك خدمه من الساعه 10 بالليل ل2، طبعا يعني هي فيها عمليه عسكريه كده. انا اجلت ميعاد الاتوبيس ووقفت الزمن بالاتوبيس. انا استخدمت نفس فكره عساف ياجوري في اختراق الحدود الاسرائيليه في ضرب الاتوبيس، اللي هي بدايه قوات ونهايه قوات. هي عمليه حسابيه لها طبعا، عشان اشرحها لها هتاخد وقت طويل، بس باختصار جدا انا ربنا اكرمني وقدرت اوصل لنقطه ميته في تامين الاتوبيس داخل الحدود الاسرائيليه 5 كيلو. يعني ايه نقطه ميته يا استاذ ايمن؟ يعني الدوريات الاسرائيليه دوريتين بيجوا من هنا يامنوا الطريق ويطلعوا يقفوا ورا بوابه الامن. بيبقى في حته في النص بتسقط يعني. في حته هنا ساتر جبل طبيعي اسمها سلسله جبال الحمراء، ده ساتر طبيعي منيع جدا، والتبة الصفراء. اختراق الوادي ده صعب جدا، ان هم اي حد متسلل يخترق من الوادي، فهم معتمدين علينا كمان احنا كنقطة مصرية في تأمين الوادي. وعدم اختراق سلسلة جبال الحمراء دي صعب جدا، مستحيلة. فعاملين وقت ان في دوريتين بيأمنوا الاتوبيس وبيمسحوا المكان لغاية لما يطلعوا ورا بوابة الامن، علشان يقفوا ورا البوابة اللي بيطلع منها الاتوبيسات، عشان يحجزوا اي مركبات تضم على الفوج بتاع الاتوبيس الفنيين والاتوبيس الضباط. وبالتالي الدوريات التانية عمالة تمسح الطريق وتمشط. فهنا الاتوبيس بيقابل الدورية قدامنا، اول نقطة التقاء هنا 6 و5. انا رجعت بالزمن لورا، 6 و3 هيكونوا هنا، 6 و4 6 و3. انا هقف بالزمن هنا عند الاتوبيس 6 و3، هضربه 6 و3. فاذا اول دوريه علشان تبدا تحصل 6 و4 6 و5 6 و6 6 و7، انا محتاج في العمل العسكري دقيقتين بس انفرد بالاتوبيس. انت عملت دراسه يعني شامله على كيفيه 46 يوم عمال اخطط يا استاذ ايمن. بص حضرتك، هي زي بالظبط لعبه الشطرنج. انا وحضرتك هنلعب دور شطرنج. في فكري اول حركه هحركها العسكري، هزنق بالفيل هنا اقول لحضرتك كش ومات. هعملها كل رد فعل وله رد فعل. انا لو عملت كذا هو هيعمل كذا، انا عملت كذا، ولكن في حته ارتجاليه. انا واخد خط السير، مكان الكمين اخترته داخل الحدود الاسرائيليه 5 كيلو، شرق النقطه بتاعتي ب3 كيلو، ده مجرى السيل. هو بالظبط الطريق كده، هيبقى بوابه الامن بتفتح له منزل في مطلع في منزل في حته مستويه في منزل. انا واقف له في 3/4 المنزل. هنا اول حاجه انا ظهري لجانب الارض المحتله، الاسفلت وش لمصر. لما يكون هو معدي بالاتوبيس او بالعربيه هو مش هيعرف اتجاه الطلقه جايه منين، فهيسمع صوت الطلقه، ما يعرفش اتجاه الطلقه غير لما يشوف اللي ضاربها او اصطدامها في المكان. فلما يجي يهرب مش هيهرب يروح للجانب المصري، هيهرب ناحيه الجانب الاسرائيلي. فانا واقف له في الطريق، هيجي لي هموته برضه. هي منها مقفل ليا ومنها فخ بالنسبه له، فخ بالنسبه لي وبالنسبه له. طيب لو هو قدر يقفل عليا. ده تخطيط استراتيجي طبعا، يعني مدروس الحمد جيدا لله جدا. رب العالمين. قول لي الذخيره والسلاح حضرته ازاي، جبته منين، وقول لي بقى لحظه الدخول. هي الخطه دي اولا بتدرس الان في اكاديميه التخطيط الحربي. يعني جم لواءات من اداره التخطيط الحربي وقعدوا معايا وشرحتها لهم وعملتها لهم على ماكيت، وخدوها نفذوها في مدرسه الصاعقه. وبعد كده بتدرس دلوقتي؟ بتدرس بقى لها قد ايه بتدرس؟ بقى لها 20 سنه من يوم الواقعه دي. وجالي ضباط من اداره الصاعقه قال لي يا ابني دي صعبه شويه. قلت له يا فندم، في محبسك بقى ولا ايه؟ وانا في فتره السجن في بدايه التحقيق في الشرطه العسكريه في السويس. قلت له يا فندم هي جزئيه بسيطه جدا. العسكري المصري اللي بيمثل ايمن ده ايمن مصري، العسكري اللي بيمثل العسكري الاسرائيلي مصري ولا اسرائيلي؟ قال لي لا مصري. قلت له حط في قلبه
ان ربنا سبحانه وتعالى زارع في قلب العسكري الاسرائيلي الخوف والجبن. ده الفرق، ان المصري ده ما قدرش على المصري ده، لان العسكري المصري وهم خير اجناد الارض، وربنا سبحانه والرسول عليه الصلاه والسلام وصى بيهم. طيب الذخيرة. عايز اعرف الذخيره. الذخيره انا قعدت طول الليل اجهز في الذخيره. انا عجزت في جزئيه كده، هي العمليه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يمد في عمري. انا يعني قلت يا رب اقبلني كشهيد، ولكن اراده ربنا سبحانه وتعالى له حكمه. الشيخ الغزالي طبعا ريح قلبي لما جه حضر المحكمه بتاعتي، وكان جاي يقر بمشروعيه اللي انا عملته. قال لي وهل انت تعلم الغيب؟ قلت له حاشا لله. قال لي مجاز ربنا سبحانه وتعالى مدخرك عنده ورحمته لشيء اكبر وحاجه تانية. قلت له الحمد لله. الذخيره انا قاعد اجهز طول الليل ذخيره. اوضه السلاح ليك 4 5 زمايل ليا قاعدين جوه. فانا عايز اخد ذخيره، وكان فكري انا يعني ان انا اثبتهم عشان اتمكن من اخذ الذخيره، لان ما ينفعش انزل بخزنه فيها مثلا 30 طلقه. فوقفت ورا الباب واتجهت الى الله، قلت له يا رب انت عارف اللي في سري وعارف انا عايز اعمل ايه، فدي انا عاجز عنها الجزئيه دي بالذات، لان دول زمايلي قاعدين امبارح ناكل عيش وملح مع بعض وهتاخد وفي كم سلاحهم من من غير المشاكل إذنهم. وفي كم من المشاعر طيبه بيني وبينهم. فصعب ان انا ارفع السلاح في وشهم واثبتهم يعني مهما كان العمل. فدي الجزئيه دي سنه. فقلت له فكها من عندك انت يا رب. وفجاه ربنا سبحانه وتعالى الضابط قاعد نادى على العسكري بتاع الاتصال، قال له مفيش تلفزيون هنا؟ قال له في تلفزيون بتاع احمد بيه عادل بس موجود في الدولاب. قال له نفسخ الدولاب. قال له افسخ الدولاب. وراحوا طنجر الشحن اعاده البطاريات، شحن البطاريات، جابوا بطاريات. فتلمت النقطه كلها في مكان واحد. في مكان واحد. بقى ال 16 عسكري او ال 20 عسكري في مكان، في اوضه الضابط والعنبر ده والسلاح ليك والعنبر ده بقى بتوعي انا. ادخل جوه، ولكن العسكري الحرس اللي واقف على الباب هو مركز كده على التلفزيون، وانا كده قدام منه الباب مفتوح. فبقيت اسحف على بطني وامد ايدي جوه الكراتين واخد الخزن. وخدت بقى الذخيره. خدت ذخيره او حصلت على قد ايه ذخيره يا استاذ ايمن؟ انا خدت 421 طلقه بمجموع 15 خزنه ب4 جربنديات بعيشين. انا نازل اعمل عمليه عسكريه وهقابل 10 دوريات مسلحه عليها مدافع فيكرز. مدافع الفيكرز اللي هي طبعا حضرتك عارفاها، لا مش عارفاها، قول لي انت. في مدفع الفيكرز ده هو مدفع الماني، يعني ايه؟ مدفع بشريط بيبقى متحكم كده، موجود دلوقتي اغلبيه الشعب المصري عارفه. هو موجود فوق المدرعات الكبيره اللي بيضرب بيعمل بج بج بج. كويس. فالمهم حصلت على كميه كبيره جدا من الاسلحه والذخيره. الحمد لله. قول لي بقى يوم الدخول، يعني دخلت ازاي؟ انا قبل منها ولحظه ما قابلتهم، يعني عايزه لحظه العمليه. انا قبل منها قاعد برتب نفسي وراسم خط سير ان انا هنزل التبه دي. نزلتها يعني 3 مرات بروفا، بس كل مره انزل لغايه الحدود واقول وراسم خط موازي داخل الحدود المصريه يوازي للطريق بتاعي. وكل مره بنزل اتمرن وان انا انزل حجه الوادي اجيب خشب واقول المره الجايه همشي كده، بس اتمرن خط. ولذلك كنت بتمرن يوميا جري 15 كيلو، كنت باخدها جري لمشروع عثمان احمد عثمان 15 كيلو، بحيث ان كان الجسم طبعا غير. ما كانش حد بيرصدك او اي دوريه رصدتك من على الجانب الثاني يا استاذ ايمن؟ لا، مكان النزول بتاعي في اوقات غير عبور الدوريات، لان انا طبعا جبت دفتر الاحوال وعملت له دراسه كامله الدوريات بتعدي امتى ومواعيدها وتحركات طيب الناس دلوقتي متاكده ان هم متشوقين يا استاذ ايمن، يعني كلنا بصراحه عايزين نعرف لحظه الدخول ولحظه العمليه نفسها. قول لي ايه اللي حصل؟ الدخول ده حصل فيه جزئيه بسيطه جدا. انا كنت رحت لعمي، وكان ليا عم رحمه الله عليه جندي صاعقه، وعمي ليا شهيد في حرب 73، وعمي ليا كان في المدفعيه الخفيفه. فدول من صغري عارفه القصص البطوليه والملاحم البطوليه بتاعت ابطال حرب اكتوبر دي انا شاربها. يا استاذ ايمن، انا لو ما سمعتش لحظه الدخول هيحصل لي حاجه متاكده ناس لحظه كتير. الدخول انا لما جيت وصلت ونزلت، وطبعا تجهيز طول الليل، وبعد صلاه الفجر نزلت وصلت الحدود الاسرائيليه. انا اقول لحضرتك انا جزئيه بحب اتكلم مع نفسي. وصلت لغايه السلك، فبسال نفسي سؤال واقول تعرف يدي ايمن معنى الخطوه دي ايه؟ رحت قايل اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمد رسول الله. انا قبلها على طول كنت كاتب جواب لوالدي، قلت له احتسبني شهيد عند الله. كتبت له كده يا استاذ ايمن؟ ونشرته الجرايد وقتها. وصلت لغايه الحدود، رجلي الشمال ارتعشت، فكلمتها قلت لها هتثبتي معايا اهلا وسهلا، مش هتثبتي هقطعك من هنا ادخل من غيرك، لان مفيش تراجع. هدف، وهو الصقر لكرامه الانسان العربي المسلم من هؤلاء الصهاينه القتله، قتله الانبياء. يعني انا مش هقدر اقول هم ايه بالنسبه لنا، لان تاريخهم كله من اول للاخر اسود. في حاله السلام وفي حاله الاستسلام اللي احنا كنا فيها، تاريخهم كامله اسود. حتى اخرها تجاره المخدرات و تاريخ طويل. دخلت يا استاذ ايمن؟ نطقت الشهاده ودخلت. طبعا انا راسم لنفسي خط سير مكان كمين، دخلت جري خط السير مكان الكمين، بكمن برقد على مكان الكمين، انا منقيه في المنزل. بعد مني هنا انا واقف لهم في 3/4 المنزل، بعد مني ب30 متر ملف. هيجي الاتوبيس بسرعته هضربه، المفروض هنا بعد ال30 متر هيلف، هيكون السواق ميت مش هيلف، هيتقلب في الوادي، هلحقه انا ال30 متر بعد ما الاتوبيس يكون قلب قلبه والتانيه، اخلص عليهم. وده اللي كان التصور الاساسي. ده التصور. اللي حصل بقى ايه يا استاذ؟ اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى بعت العربيه، اول عربيه تويوتا ربع نقل تبع الامداد والتغذيه. برقد الجربنديات هنا، برفع جسمي كده عشان العربيه دي كانت خارجه من بوابه الامن قبل الاتوبيس بدقيقتين او دقيقه ونص، برفع عشان ارفع الجربنديات عشان اتمكن من الرقود. لمحني دماغي سمره فوق الكنر الحديد، داس بنزين، فارتميت على البندقيه، طلعت البندقيه وبغريزه التوجيه نشنت على وش العربيه دفعه تانية في الباب من تحت، دفعه ثالثه، كملت معاه وانا بلف اسطوانه. وهو في ال25 متر خلصت الخزنه، بغير الخزنه، في ال25 متر عربيه تانية طالعه جايه، عدت الملف وطالعه. العربيه دي جيب مجهز شفر 2 جهاز. ال2 جهاز في اللغه العسكريه احنا عارفين ان هي تبع مخابرات جيش الدفاع الاسرائيلي. سرعتها تذكرت قول الله تعالى وما رميت اذ رميت، لان انا ما لحقتش انطقها ولكن الله رمى. تذكرتها وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ونشنت على وشه دفعه تانية، دفعه في وش العربيه على مسافه 4 متر. وقفت، طلعت من مكاني في العمل العسكري اسمها هجوم وأغارة، تطهير من خلف العربية، لأن أنا قاعد كده اللي يهاجمني من هنا لغاية هنا أنا صيده بالراحة، إنما اللي يهاجمني من هنا عبال ما ألف له كده صعبة جدا. فأنا بجيله من إيه؟ من ورا، اللي هي التطهير والأغارة. بخلص بالبندقية، ببص طلقة وبوز البندقية في الإزاز، طلقتين تأكيد، هو ماسك كده الرشاش العوزي وماسك كده أكرة الباب، طلقتين تأكيد هنا. لفيت له بعد ما اديته طلقتين تأكيد، لقيته عميد في مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي. ده بعد كده عرفت ان هو واحد من 5 في مفاعل ديمونة النووي. ربنا أكرمني، رجعت مكاني الباص الأولاني بتاع الفنيين والعساكر، نشنت عليه، تذكرت قول الله تعالى وقلته، ودخلت السواق في مسطره متدرجه. هو هياخد بقى الايه السيناريو اللي انا رسمه، بس كانت الخطه ان لو الاتوبيس ده عدى، لان هم اتوبيسين، واحد فنيين وعساكر وواحد ضباط، فباينين الاتوبيسين. لو جه الاول اتوبيس الفنيين والعساكر هسيبه يعدي علشان ما يشغلنيش وما تشغلش معاه، انا عايز اتوبيس الضباط، بس مع وجود دول ما ينفعش اسيبه يعدي. نشنت عليه، ضربت، عدى بيني وبينه، مكمل معاه الخزنه قص. بعد ما دخلته في مسطره متدرجه للرمايه، غيرت الخزنه وطالع من مكاني، اديته طلقتين تاكيد بعد ما اترمى قدام وش مني على الارض. لا انا اتفضل كملي، وعايزه اعرف راح ضحيتها قد ايه العمليه دي؟ العمليه بعد كده جه اتوبيس طبعا الضباط، فهماني؟ بعد اتوبيس الضباط اشتبكت بقى مع اول اتوبيس الضباط في حركه
وهي استقطاب خصم في نص العمليه، لان انا كنت مكشوف في نص الاسفلت جنب العسكري الاسرائيلي، وببص لقيت الاتوبيس ظاهر في نص الاسفلت. فتصرف سريع، انا لو نطيت الناحيه دي او نطيت الناحيه دي هيكتشفوا امري، الاتوبيس هيرجع ريفيرس لورا، هيختفي عني وبعدين ينتشروا، مش هقدر عليهم، مش انا عايز المهم كلهم جوه الاتوبيس. فتظاهرت ان انا مصاب، استخدمت موقع العربيه الجيب وموقع الاتوبيس اللي مايل كده بالعرض ان انا مصاب، ورحت مميل ايدي ورا ظهري، مخبي البندقيه في استقامه رجلي وداخل عليهم بعرج فاطمنوا وقربوا. نزلوا المنزل، بقت المسافه بيني وبينهم يعني تسمح لي ان انا افرق لون لبسي ولبسهم، ورحت هاجم عليهم ضارب. اشتبكنا مع فرد الامن، خلصت على الاستاف اللي قدام كله، اشتبكت مع 7 ضباط، اشتبكت طول الاشتباك وخلصت معاهم 7 خزن، وربنا اكرمني وانا في حركه التفافيه جبت بقى لقط العسكري الاسرائيلي العجل اللي كان اساس الحكايه اللي كلها. كان اساس الحكايه كلها، وجبته وربنا اكرمني واديته في جسمه الصفه التشريحيه. بعد كده جاي 16 طلقه، منهم 11 طلقه في منطقه القلب، لان المسافه بيني وبينه 3 متر. هو فوجئ بيا من ورا العربيه طالع، لان انا في حركه التفافيه وواحد زميله بيصرخ اهو. هو خد رد الفعل بتاعت العربيه كده، رحت انا يا دوب حاطط البندقيه في صدره ومفرغ فيه الخزنه كامله. يعني انا عارفه انه مات في الحكايه دي 21 جندي. 21 ما بين جندي وظابط، واصابه 20. وربنا اكرمني ورجعت وتمكنت من الرجوع. وانت ما كانش في ولا اصابه بالنسبه لك يا استاذ ايمن؟ لا، انا كان في طلقه واحده هنا لسعه واخدها من فرد الامن الاسرائيلي اللي كان في الاول. دي كان بعد في اول الاتوبيس الثالث كويس الرابع. وبعدين ورجعت تاني على رجعت بعد محاصره الدوريات اللي هنا اللي هي بتامن الاتوبيس ورا، خافوا يجوا على الاسفلت واللي الناحيه دي جريوا مني. فتخيلي ان انا عسكري مصري بجري ورا العساكر الاسرائيليين وهم معاهم سلاح وبيجروا قدام مني على الاسفلت، ولكن كان طلوعي وراهم الدوريات دي تكشفني اكتر. فبقيت محاصر شبه في حاجه اسمها كماشه، وانا في النص هم عايزين يقفلوا عليا وانا بجري بفلت منهم ناحيه الجانب المصري. انا كان كل هدفي ان انا اجري وهيسيبوني واصاب واموت على داخل الحدود المصريه. فكان قمه املي ان انا اوصل لداخل الحدود المصريه واستشهد داخل الحدود المصريه. ووصلت يا استاذ ايمن؟ ووصلت. وكان كل حرصهم ما يجروا عليا عشان يقفلوا عليا الكماشه، كان حرص ان انا اجري واموت جوه الحدود المصريه. هو ده اللي خلاني اخرج بسرعه جامده جدا من داخل الارض المحتله. يا دوب وصلت الحدود المصريه، دخلت حوالي 80 متر، ظهر الهليكوبتر الاسرائيلي طارد فيا مسافه بسيطه جدا لغايه اول الوادي، هي مسافه حوالي 80 متر. لا تتخيلي ال 80 متر دول انا ما كنتش بجريهم، انا كنت حاسس ان انا بقدف برجليا كده، بعمل كده، انا طاير. كم الذخيره اللي هم ضربوها عليا تعدى 980 طلقه، ومفيش حاجه منهم صابتك؟ والحمد لله هي طلقه واحده. يعني انا كان لواء في اداره التخطيط بيرسم صوره كده، بقول له انا بعمل كده وحط حواليا 50 طلقه، واعمل كده حط مكان الفراغ 50 طلقه. دي عنايه الهيه ربنا سبحانه وتعالى. كويس. وبعدين سلمت، انا عارفه سلمت نفسك بعد كده، ووصلت برضو بطريقه ما لمشروع عثمان احمد عثمان، مهندسين بتوع المشروع، وقاموا بعمل جليل وجامل جدا. عايز ايه يا ابني؟ قلت له عايز اوصل للمنطقه المركزيه. قال لي طب ايه رايك تروح منطقه جيم قياده المنطقه؟ قلت له تمام. بس انت ما سلمتش نفسك لوحدتك، للوحده بتاعتك؟ لا، لان الوحده بتاعتي هدخل جوه الجبل. فقالوا لي احسن بدل ما تدخل جوه الجبل يرجعوك تاني على المنطقه المركزيه، ما المنطقه المركزيه اهي تروح عليها على طول، القياده بتاعت المباشره افضل. كويس. رحت هناك، فاتجهنا للقياده المباشره. رحت هناك، قابلت اول ضابط الله يمسيه بالخير، اسمه محمد المقدم محمد النقيب محمد المسيري. ده شخصيه رائعه، له كلمات ما زالت في يعني. قال لي، قلت له انا حاسبها ان انا شهيد وميت ميت. فقال لي ولنعتبر ان، قلت له سليمان خاطر قبل مني رحمه الله عليه، الشهيد سليمان خاطر. فقال لي لا، اعتبر نفسك يعني ايه شيء، والشهيد سليمان خاطر ده كان له ظروف وواقعه، ولكن انت خليك معانا واحنا هنحافظ عليك بعينينا، وانت ساعدنا
فكانت توجيهات طبعا، وسلمت نفسي بعد كده لقياده الجيش الثالث. كم كبير من الضباط تعاملوا بروعه جامده معلش، جدا. قبل ما تكمل يا استاذ ايمن، انا عايزه اتوقف عند الوقت اللي دخلت فيه للارض المصريه بعد يعني كل اللي انت شفته ده وكل اللي مريت بيه، كان احساسك ايه؟ لا، هو احساس رائع. انت عارفه مثلا ايه ال الانسان لما بيبقى في الحج عامل ازاي؟ المصري اللي ما حضرش ميدان التحرير والمصري اللي حضر ميدان التحرير، ده فرق في المشاعر بين الاثنين. انا يعني عارفه، انا كنت بعمل عمل واحتسبه عند الله ان انا شهيد، فمش مستني من وراه. يعني ما كنتش انا وصلت المكان داخل الحدود المصريه، انضرب عليا طلقه وهي اسمها الطلقه القاتله. بعد ما قعدت تحت الشجره اول الوادي، الهليكوبتر رفعت الناحيه الثانيه، العسكري الاسرائيلي رقد على التبه اللي هم الاثنين اللي كانوا بيطاردوا ورايا. انا قعدت، هو ضرب طلقه، انا بحسب هروح فين. انا ما كنتش مخطط اصلا ان انا اوصل المكان ده. اطلع النقطه بتاعتي، هنضرب من ظهري، ادخل الوادي، هتحبس، اجري كده هطلع. فعامل كده بفكر، فبرفع دماغي ابص نظره وداع للنقطه بتاعتي اللي كان لها منظر جميل جدا، فهو ضارب الطلقه هنا. انا برفع راسي كده وهي عامله كده، لمست الحته دي، هوا بارد محرك رموش عينيا، ومعديه خطفه بصري كده، معديه وضربه في الحص ومكسراه، وبعدين الصوت بتاعها وصل. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هو الحامي يعني، الحارس. الحارس. طب معلش، لانه وقتنا للاسف بينتهي يا استاذ ايمن، انت سلمت نفسك، عايزه بقى سريعا كده نعرف بعد كده ايه اللي حصل. انا عارفه انك اتحاكمت وخدت 12 سنه سجن. اول قياده قابلتني كان اللي هو قائد المنطقه بتاعتنا. يعني حصل كلام كتير، مفاده ان هو قال لي يا ابني انا هبعت اجيب الكاميرا. بعت جاب الكاميرا، قال لي انا هصور معاك صور شخصيه، الصور دي مش جهه تحقيق ولا حاجه، انا يكفيني ان انا اوريها لاولادي وافرجها لاحفادي، اقول لهم انا شرفت برئاسه هذا العسكري. احنا عندنا كتير زيك كده ايمن. قلت له ايوه، في كتير، وفي عساكر عندهم وطنيه، وخير اجناد الارض الجند المصريين. طيب خليك معانا ثواني يا استاذ ايمن، لانه في مداخله وفي اتصال من الضابط اللي كان مكلف بحمايتك اثناء التحقيقات، ولكن هو قبل ما تذكر الاسم معلش، هو يعني بيرجو عدم ذكر اسمه لان هو لسه في الخدمه، فاسمح لي. مش هنقول وانا حاببهم، بس انا هعرفه من صوته. تمام، بس ما بقول لنا بعد الهوا مش قبل الهوا، مش اتفضلي واحنا على الهوا. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا ايمن؟ الله يخليك يا فندم، الله يبارك فيك حبيبي. فاكر لما جبتك بالليل الساعه 12 في الميكروباص المسافر يا حبيب قلبي، ما تقولش الاسم، هو طالب. طبعا هو حبيبي هو قال لك النقيب طارق. طب ما حضرتك بتقول الاسم اهو يا فندم. لا، وهو دلوقتي مش نقيب يعني، ده هو باشا دلوقتي يا حبيب قلبي. فاكر واول مره في القفص لما قلت السكتير ما جات لي انا معلش اعمل عمليه كده، السكتير ما جات لي في الطلقه اللي جات لك دي، والمحامين نطوا على القفص، لا انت ما اتصبتش. فاكر انت؟ ايوه ايوه حبيب قلبي، فاكر والله فاكر. مامتك وباباك هتوجد النقيب طارق. طبعا والدي الله يرحمه ورحمه الله عليه، والدتي هي اللي فاكراك والله، وفي سيرتك على طول. الله يخليك، انت جزء ومهم جدا في تاريخ حياتي طبعا. انا ايمن لما جبته بقى حضرتك كان ايمن متاثر قوي يا فندم على فكره، كبيره قوي حقيقي. وكان انا قلت له حتى وهو جاي في الميكروباص، بعدين فكيت له كل حاجه، قلت لهم لا، وبعدين كنت واخد حلويات وبسكوت معايا. فاكر ايمن في الميكروباص؟ فاكلت منه، قلت لك انت بالنسبه لي انا ضابط جيش، انت بطل بالنسبه لي. فاكر انت فاكر والله، وبعدين فاكر. حكيت لي القصه دي كلها ب 421 طلقه. تمام. وبعدين جبتك هناك بتاع بقى، وبعدين فعلا احنا طبعا كقوات مسلحه اتعامل معامله يعني فوق العاده. واسالي ايمن حتى اتعامل يعني انا عارفه انه مع تنفيذ القانون انا عارفه انه تنفيذ القانون كان شيء، ولكن بيتهيألي عايز اعرف انتوا كان يعني كمسؤولين بالجيش كنتوا شايفينه ازاي؟ كنتوا شايفينه فعلا هو قام بعمل بطولي؟ لان ده اللي هو كان طالع يعمله بالفعل. هو ده كان سؤال اتوجه لي حقيقي في المحكمه. وايمن فاكر كان المحامين اللي هم بيدافعوا عن ايمن قالوا له طب انت ايه رايك في اللي عمله ايمن؟ قلت لهم مع ان انا ما زلت يعني انا لسه ضابط في الجيش وكده، لكن انا شخصيا من جوه بقول اللي عمله ايمن ده عمل بطولي. حتى المحكمه نهاريها سقفت وهاجت وبتاع وحاجات زي كده. كلنا بنقول كده يا فندم. قوي، بس كان امور قوي عن كده حقيقي، كان رفيع شويه.
ما تخنش كده قوي، كان جسمه حلو قوي ايمن، وكان تقريبا بيلعب كاراتيه انا فاكر. ايوه يا كان فندم. بيقعد يحكي لي قصص وحاجات، كان بيعمل تماثيل بالصابون. كان فاكر ايمن؟ فنان يعني كمان. وهو ليه كذا صورة معايا في البيت. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله دي وانا يا حقيقي. ريت تبقى تدي تليفون لايمن يتصل بيا ولو هو اي خليك حاجه. بقى معانا، هم ياخدوا النمره دلوقتي حالا في انا الكنترول تليفوني ونديها النهارده منشور في لايمن. مصر اليوم، في مقال الاستاذ بلال فضل في المصري اليوم مقال النهارده، دور وهتلاقي بلال تليفون فضل. ايمن. بشكرك جدا يا فندم. انا للاسف الوقت بينتهي، او الوقت انتهى الحقيقه. انا عايزه كلمه اخيره منك، عايزه اعرف منك يا استاذ ايمن النهارده انت بتعمل ايه وبتشتغل ايه؟ لانه خلاص انت ان كان هناك كان في محاكمه وكان في يعني طبقا للقانون كان لازم انه يكون في تصرف ما او تصرف قانوني معاك، انت خدته خلاص. الحمد بس انت لله في رب النهايه العالمين. بطل برضو. الله يبارك انت في فيك. النهايه بطل، تستحق انك تتكرم، تستحق ان انت تكون عايش حياه كويسه النهارده. انا عايزه اعرف، لان انا قريت في الحقيقه في المصري اليوم ان انت تعبت قوي الفتره اللي فاتت. هو بالظبط الامن كان عنده توجيهات، التوجيهات دي هي قفل جميع منافذ الرزق عني، لدرجه بعتوا يجيبوا للراجل انا شهاده الجيش كانت رديئه، ما فيش شهاده جيش لمده 4 سنين، الفيش والتشبيه سوابق، حاجات جامده جدا، لغايه لما عدى السن بتاعي قدرت اغيرها من 1.5 سنة ان انا اجيب شهاده الجيش حسنه والفيش والتشبيه يطلع سليم، ولكن كنت عديت سن التعيينات. الفتره دي كلها كانوا بيقفلوا منافذ باب الرزق قدامي وسايبين لي باب واحد بس هو المفتوح، وبيزقوا قدامي ناس معاهم فلوس وعايزين يدينوا فلوس، وهو تجاره المخدرات او السرقه. كل باب عيش سليم شريف. مين اللي كان بيزقك في الاتجاه ده؟ الامن، اتجاهات كتيره. بص حضرتك، انا يعني سوري انا توجر بيا على مدار ال10 سنين اللي فاتوا من ساعه ما خرجت من من السجن. ساعه ما خرجت، وناس لمت فلوس ليا في الامارات، لدرجه ان في زمايل جم وشافوني قلت لهم ادي الواقع بتاعي. تم المتاجره باسمك تقصد، او ناس لموا فلوس على اسمك على وانت ما انتش وانا معاهم مش موجود ولا واصلك ولا منهم حاجه ولا متفق معاهم ولا اعرف حاجه. هو اول حاجه الاستاذ بلال فضل هو ده اللي ينشر والبرنامج بتاعكم، وانا اتوجه برساله الى كل انسان عربي مسلم تبرع وشارك ليا بمبلغ ما، عيني ما جاتش في عينه ولا ايدي جت في ايده، ان هو يرجع. واتصلت على واحد انسان ما وقلت له يا استاذي انت حضرتك يعني انسانه فاضله بتكلمه بتقول له ايمن وقع في ازمه ودخل في مشروع ارانب وخسر وعليه شيك مهدد بالسجن، فنطلب مشاركتك بس ان انت ب1000 جنيه تفك عنه الازمه لفتره شهر. قال لها ايمن من 3 سنين برضو حصل وضع كذا كذا كذا، وجت قالت لي يا ايمن حصل كذا كذا، قلت لها لا. ونرجع، قالت لي اتصل بيه، وادتني رقم تليفونه وخلتني اتصل بيه، قلت له ارجع بقى اللي انت اديته. حصل، انا فاهمه قصدك، حصل متاجره باسمك وناس لموا فلوس باسمك وانت ما وصلكش طبعا حاجه من الكلام ده كله. بتشتغلي النهارده انا يا النهارده بشتغل سباك على ايدي كده، اللي بيطلبني في التليفون بروح اصلح له حنفيه. ايه اللي انت عايزه النهارده؟ كلمه اخيره ليك، عايزاك تطلب اللي انت عايزه، لان حقك تطلب اللي انت عايزه بعد اللي انت عملته. انا نفسي في حاجه. اتفضل. انا والدتي نحج، هذه السيده الرائعه، ويمكن كلام الضابط طارق يدل، تعبت معايا تعب رهيب رهيب، نفسي انا وهي نحج بس، وشغلانه كريمه بس، وشكرا. ان شاء الله تاخد مش بس اللي انت طالبه، ان شاء الله تاخد اكتر منه كمان كتير، لانك تستحق يا استاذ ايمن. الحمد لله رب العالمين. انت شرفتنا النهارده. الله يخليك. وانا سعيده ان انا اتعرفت وقعدت مع حد زيك. الله يخليك. الله يخليك. يعني غير اللي طلبه ايمن، وهو حقه يطلب كده واكتر كمان من كده. انا متاكده ان في ناس كتير هتكون مستجيبه للطلب ده، وناس كتير مش بس مستجيبه، هتكون متلهفه ان هي تعمل كده واكتر من كده لايمن. لكن انا مبادره تانية باطلقها من هنا من 90 دقيقه، انه يستحق خلاص. اذا كان القانون بيقول ان هو يتحبس الفتره اللي اتحبسها، اهو اتحبس وادى اللي عليه قانونا، بس هو لسه في جزء المفروض كان يتعمل له ما اخدوش، من حقه انه يتكرم.
انا بشكرك جدا يا ايمن. العفو يا فندم. بشكرك. ودلوقتي اهلا بيكم مره تانية. النهارده ضيفنا هو مواطن مصري. مواطن مصري دمه حامي، ومواطن مصري في يوم من الايام في اواخر سنه 1990 شاف حاجه اغضبته جدا، شاف شيء ما قدرش ان هو يغض البصر عنه، ما قدرش ان هو يشوفه ويمشي ويستكمل حياته بشكل طبيعي. شاف شيء على الحدود مع إسرائيل جعل زي ما قلت كده الدم بيغلي في عروقه، وقال إن هو لازم يتصرف بخصوص هذا الأمر. وتصور وقتها إن هو بيعمل عمل بطولي. هل تصور وقتها إن هو سيكرم؟ لأنه في النهاية اللي دفعه لهذا العمل كان حبه وغيرته الشديدة على بلده، على وطنه مصر. هل كان بيتصور إن هو هيكرم، ولا كان إيه اللي بيدور في ذهنه؟ لأنه الحقيقة إن اللي حصل ما اتكرمش خالص. الحقيقة هو تم حبسه لمدة 10 سنوات وخرج من السجن. طبعا بقاله سنوات خرج من السجن، ولكن يعني بعد كلامي معاه عرفت ان كان في تضييق عليه في الفترة اللي فاتت طوال ال10 سنوات اللي هو بره السجن فيهم اللي فاتوا، ومش قادر ان هو كان يتكلم في الإعلام، ولكن الصورة اختلفت اليوم. هو ضيفنا النهاردة، خلينا نتكلم معاه ونعرف حكايته ايه ونعرف هو بيعمل ايه في حياته، لأنه إذا كان ما حصلش على تكريم فعلى الأقل لازم يكون بيعيش دلوقتي حياة كريمة. عايز أعرف هو بيعمل إيه في حياته. الأستاذ أيمن محمد حسن، الجندي المصري اللي احنا هنتعرف عليه ونقرب منه دلوقتي. أهلا بيك أستاذ أيمن. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. الله يبارك فيك. أستاذ أيمن، عايز أعرف حكايتك بترجع يعني، أو نبدأ الحكاية من الأول. أنت حكايتك بترجع ل 1990 شهر 11. تمام حضرتك. إيه اللي حصل وقتها؟ هي الحكاية أصلا بترجع قبل كده بفترة بسيطة، ب 46 يوم، في أعقاب احتفال مصر بذكرى انتصار أكتوبر. في نقطة جنب مني العلم المصري، الحبل بتاع العلم اتقطع، دخل الجانب الأرض المحتلة اللي هو الكيان الصهيوني، خدوا العسكري الإسرائيلي وفي حركة استفزازية مسح بيه جزمته قدام مني. فأنا شفت كده، بلغت الضابط بتاعي، أنا كنت فرد استطلاع، بلغت الضابط بتاعي قلت له العسكري الإسرائيلي مع علم مصري وعمل كذا كذا. فقال لي حاضر احنا هنتصرف. في خلال 4 أيام عمل واقعة غريبة جدا، ويعني نقول أساء للعلم المصري إساءة جامدة جدا مع مجندة إسرائيلية. فأنا في اللحظة دي طبعا قبلها ب4 أيام كنت قلت للضابط بتاعي، لما عمل كده قررت في نفسي، قلت مش هقول للضابط بتاعي ولكن أنا هرد للعلم المصري. أنا سامع أنينه بيصرخ تحت هذا الصهيوني، وقلت له كده باللفظ طلبت موتك يا عجل. وكان القرار مني. انت اول مره شفته بيمسح بيه حذائه، بعد 4 ايام شفت يعني عمل غير اخلاقي يعني بيحصل تمام. بالعلم. استنيت ال4 ايام ان رئيسك في العمل يتصرف وما تصرفش. قال لي احنا هنتصرف وبلغ القياده وكده، ولكن ما حصلش اي رد منه. لما عمل كده انا قلت له خلاص انت طلبت موتك يا عجل. وكانت الفكره ان انا انزل التبه اللي انا عليها، انا على تبه ارتفاعها 1600 متر، انزل درجه او درجتين، بحيث ان انا كنت برضه في فريق الرمايه. طلقه مؤثره قاتله، ده ردا وجزاء على ما حصل. التبه دي كانت فين بالظبط يا استاذ ايمن؟ في منطقه راس النقب، اسمها وادي سهل القمر. تبه الصفراء دي تبه كبيره جدا، وقدام مقابل المطار الاسرائيلي اللي هو مطار راس النقب الاسرائيلي. وبعدين في خلال 9 ايام انا بحسب له ميعاد الاجازات بتاعته، بيجي امتى ويروح امتى، على اساس ان انا انزل التبه واخترق الحدود، اكون من مسافه قريبه منه. حصل مذبحه المسجد الاقصى، فقدسيه المسجد الاقصى. والان لو نزلت لاضرب عسكري، الحرم الابراهيمي تقصد؟ لا، المسجد الاقصى سنه 90. فردا على مذبحه المسجد الاقصى، عسكري بعسكري ما تنفعش. قدسيه المسجد الاقصى اكبر، ولذلك قررت تعديل العمليه من مجرد عسكري لهدف اكبر واتقل، رد فعل طبيعي للي بيحصل لينا على ايد الاسرائيليين والصراع العربي الاسرائيلي، وتاريخهم كامله معانا اسود ما فيهوش ولا نقطه بيضاء. ربنا اكرمني في خلال 46 يوم قعدت اخطط واتمرن واتدرب جري ولياقه. لوحدك يا استاذ ايمن كانت الخطه، ولا كنت قلت لحد عليها؟ لا، من غير ما حد يعرف، لوحدي. لان ما يعني انا لو قلت لاي حد من زمايلي
ممكن يكشف امري ويكون نتيجتها الفشل. ربنا اكرمني ووفقني، قعدت اخطط لهم 46 يوم لدرجه ان انا نزلت اجازه، ودعت زمايل ليا، طبعا اللي ما زرتوش رحت زرته، اللي زعلان مني رحت رضيته، اللي له عندي دين رحت سددته له، واحتسبت نفسي شهيد عند الله. انت كنت عامل حسابك انك مفيش عودة. يعني انك هتستشهد مفيش عودة. لان انا هدخل هضرب. انا ركزت على الاتوبيسين، اللي هو الاتوبيس فنيين وعساكر واتوبيس الضباط. الاتوبيسين دول بيحرسهم دوريات اسرائيليه وقوات رد سريع، عندهم التحركات العسكريه بالجبات قويه، ولكن سبحان الله احنا عندنا ايمان الجندي المصري وقلبه اقوى من التجهيزات العسكريه الاسرائيليه، وذلك ربنا سبحانه وتعالى كلل نجاحي ان انا اقدر اجهز طول الليل ذخيره. انا عايزاك تقول لي بالظبط يوم العمليه او ليله العمليه الذخيره جت منين، جهزتها ازاي، واخترقت او دخلت الحدود ازاي؟ انا قعدت طبعا ميعاد خدمتي ان انا ماسك خدمه من الساعه 10 بالليل ل2، طبعا يعني هي فيها عمليه عسكريه كده. انا اجلت ميعاد الاتوبيس ووقفت الزمن بالاتوبيس. انا استخدمت نفس فكره عساف ياجوري في اختراق الحدود الاسرائيليه في ضرب الاتوبيس، اللي هي بدايه قوات ونهايه قوات. هي عمليه حسابيه لها طبعا، عشان اشرحها لها هتاخد وقت طويل، بس باختصار جدا انا ربنا اكرمني وقدرت اوصل لنقطه ميته في تامين الاتوبيس داخل الحدود الاسرائيليه 5 كيلو. يعني ايه نقطه ميته يا استاذ ايمن؟ يعني الدوريات الاسرائيليه دوريتين بيجوا من هنا يامنوا الطريق ويطلعوا يقفوا ورا بوابه الامن. بيبقى في حته في النص بتسقط يعني. في حته هنا ساتر جبل طبيعي اسمها سلسله جبال الحمراء، ده ساتر طبيعي منيع جدا، والتبة الصفراء. اختراق الوادي ده صعب جدا، ان هم اي حد متسلل يخترق من الوادي، فهم معتمدين علينا كمان احنا كنقطة مصرية في تأمين الوادي. وعدم اختراق سلسلة جبال الحمراء دي صعب جدا، مستحيلة. فعاملين وقت ان في دوريتين بيأمنوا الاتوبيس وبيمسحوا المكان لغاية لما يطلعوا ورا بوابة الامن، علشان يقفوا ورا البوابة اللي بيطلع منها الاتوبيسات، عشان يحجزوا اي مركبات تضم على الفوج بتاع الاتوبيس الفنيين والاتوبيس الضباط. وبالتالي الدوريات التانية عمالة تمسح الطريق وتمشط. فهنا الاتوبيس بيقابل الدورية قدامنا، اول نقطة التقاء هنا 6 و5. انا رجعت بالزمن لورا، 6 و3 هيكونوا هنا، 6 و4 6 و3. انا هقف بالزمن هنا عند الاتوبيس 6 و3، هضربه 6 و3. فاذا اول دوريه علشان تبدا تحصل 6 و4 6 و5 6 و6 6 و7، انا محتاج في العمل العسكري دقيقتين بس انفرد بالاتوبيس. انت عملت دراسه يعني شامله على كيفيه 46 يوم عمال اخطط ومدروسه يا استاذ ايمن. بص حضرتك، هي زي بالظبط لعبه الشطرنج. انا وحضرتك هنلعب دور شطرنج. في فكري اول حركه هحركها العسكري، هزنق بالفيل هنا اقول له حضرتك كش ومات. هعملها كل رد فعل وله رد فعل. انا لو عملت كذا هو هيعمل كذا، انا عملت كذا، ولكن في حته ارتجاليه. انا واخد خط السير، مكان الكمين اخترته داخل الحدود الاسرائيليه 5 كيلو، شرق النقطه بتاعتي ب3 كيلو، ده مجرى السيل. هو بالظبط الطريق كده، هيبقى بوابه الامن بتفتح له منزل في مطلع في منزل في حته مستويه في منزل. انا واقف له في 3/4 المنزل. هنا اول حاجه انا ظهري لجانب الارض المحتله، الاسفلت وش لمصر. لما يكون هو معدي بالاتوبيس او بالعربيه هو مش هيعرف اتجاه الطلقه جايه منين، فهيسمع صوت الطلقه، ما يعرفش اتجاه الطلقه غير لما يشوف اللي ضاربها او اصطدامها في المكان. فلما يجي يهرب مش هيهرب يروح للجانب المصري، هيهرب ناحيه الجانب الاسرائيلي. فانا واقف له في الطريق، هيجي لي هموته برضه. هي منها مقفل ليا ومنها فخ بالنسبه له، فخ بالنسبه لي وبالنسبه له. طيب لو هو قدر يقفل عليا. ده تخطيط استراتيجي طبعا، يعني مدروس جيدا لله جدا. رب العالمين. قول لي الذخيره والسلاح حضرته ازاي، جبته منين، وقول لي بقى لحظه الدخول. هي الخطه دي اولا بتدرس الان في اكاديميه التخطيط الحربي. يعني جم لواءات من اداره التخطيط الحربي وقعدوا معايا وشرحتها لهم وعملتها لهم على ماكيت، وخدوها نفذوها في مدرسه الصاعقه. وبعد كده بتدرس دلوقتي؟ بتدرس بقى لها قد ايه بتدرس؟ بقى لها 20 سنه من يوم الواقعه دي. وجالي ضباط من اداره الصاعقه قال لي يا ابني دي صعبه شويه.
قلت ده له يا جولك في فندم محبسك بقى ولا ايه يا أستاذ أيمن؟ وانا في فتره السجن في بدايه التحقيق في الشرطه العسكريه في السويس، قلت له يا فندم هي جزئيه بسيطه جدا. العسكري المصري اللي بيمثل ايمن ده ايمن مصري، العسكري اللي بيمثل العسكري الاسرائيلي مصري ولا اسرائيلي؟ قال لي لا مصري. قلت له حط في قلبه ان ربنا سبحانه وتعالى زارع في قلب العسكري الاسرائيلي الخوف والجبن. ده الفرق، ان المصري ده ما قدرش على المصري ده، لان العسكري المصري وهم خير اجناد الارض، وربنا سبحانه والرسول عليه الصلاه والسلام وصى بيهم. طيب عايز اعرف الذخيره. الذخيره انا قعدت طول الليل اجهز في الذخيره، انا عجزت في جزئيه كده. هي العمليه طبعا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يمد في عمري. انا يعني قلت يا رب اقبلني كشهيد، ولكن اراده ربنا سبحانه وتعالى له حكمه. الشيخ الغزالي طبعا ريح قلبي لما جه حضر المحكمه بتاعتي وكان جاي يقر بمشروعيه اللي انا عملته. قال لي وهل انت تعلم الغيب؟ قلت له حاشا لله. قال لي مجاز ربنا سبحانه وتعالى مدخرك عنده ورحمته لشيء اكبر وحاجه تانية. قلت له الحمد لله. الذخيره انا قاعد اجهز طول الليل ذخيره. اوضه السلاح ليك 4 5 زمايل ليا قاعدين جوه. فانا عايز اخد ذخيره، وكان فكري انا يعني ان انا اثبتهم عشان اتمكن من اخذ الذخيره، لان ما ينفعش انزل بخزنه فيها مثلا 30 طلقه. فوقفت ورا الباب واتجهت الى الله، قلت له يا رب انت عارف اللي في سري وعارف انا عايز اعمل ايه، فدي انا عاجز عنها الجزئيه دي بالذات، لان دول زمايلي قاعدين امبارح ناكل عيش وملح مع بعض وهتاخد وفي كم سلاحهم من من غير المشاكل إذنهم. وفي كم من المشاعر طيبه بيني وبينهم. فصعب ان انا ارفع السلاح في وشهم واثبتهم يعني مهما كان العمل. فدي الجزئيه دي سنه. فقلت له فكها من عندك انت يا رب. وفجاه ربنا سبحانه وتعالى الضابط قاعد نادى على العسكري بتاع الاتصال، قال له مفيش تلفزيون هنا؟ قال له في تلفزيون بتاع احمد بيه عادل بس موجود في الدولاب. قال له نفسخ الدولاب. قال له افسخ الدولاب. وراحوا تنجر الشحن اعاده البطاريات، شحن البطاريات، جابوا بطاريات. فتلمت النقطه كلها في مكان واحد. في مكان واحد. بقى ال 16 عسكري او ال 20 عسكري في مكان في اوضه الضابط والعنبر ده، والسلاح ليك والعنبر ده بقى بتوعي انا. ادخل جوه، ولكن العسكري الحرس اللي واقف على الباب هو مركز كده على التلفزيون وانا كده قدام منه الباب مفتوح. فبقيت اسحف على بطني وامد ايدي جوه الكراتين واخد الخزن. وخدت بقى الذخيره. خدت ذخيره او حصلت على قد ايه ذخيره يا استاذ ايمن؟ انا خدت 421 طلقه بمجموع 15 خزنه ب4 جربنديات بعيشين. انا نازل اعمل عمليه عسكريه وهقابل 10 دوريات مسلحه عليها مدافع فيكرز. مدافع الفيكرز اللي هي طبعا حضرتك عارفاها، لا مش عارفاها، قول لي انت بقى. في مدفع الفيكرز ده هو مدفع الماني، يعني ايه؟ مدفع بشريط بيبقى متحكم كده، موجود دلوقتي اغلبيه الشعب المصري عارفه. هو موجود فوق المدرعات الكبيره اللي بيضرب بيعمل بج بج بج. كويس. فالمهم حصلت على كميه كبيره جدا من الاسلحه والذخيره. الحمد لله. قول لي بقى يوم الدخول، يعني دخلت ازاي؟ انا قبل منها ولحظه ما قابلتهم، يعني عايزه لحظه العمليه. انا قبل منها قاعد برتب نفسي وراسم خط سير ان انا هنزل التبه دي. نزلتها يعني 3 مرات بروفا، بس كل مره انزل لغايه الحدود واقول وراسم خط موازي داخل الحدود المصريه يوازي للطريق بتاعي. وكل مره بنزل اتمرن وان انا انزل حجه الوادي اجيب خشب واقول المره الجايه همشي كده، بس اتمرن خط. ولذلك كنت بتمرن يوميا جري 15 كيلو، كنت باخدها جري المشروع عثمان احمد عثمان 15 كيلو، بحيث ان كان الجسم طبعا غير. ما كانش حد بيرصدك او اي دوريه رصدتك من على الجانب الثاني يا استاذ ايمن؟ لا، مكان النزول بتاعي في اوقات غير عبور الدوريات، لان انا طبعا جبت دفتر الاحوال وعملت له دراسه كامله الدوريات بتعدي امتى ومواعيدها وتحركات طيب الناس دلوقتي متاكده ان هم متشوقين يا استاذ ايمن، يعني كلنا بصراحه عايزين نعرف لحظه الدخول ولحظه العمليه نفسها. قول لي ايه اللي حصل؟ الدخول ده حصل فيه جزئيه بسيطه جدا. انا كنت رحت لعمي وكان ليا عم رحمه الله عليه جندي صاعقه، وعمي ليا شهيد في حرب 73، وعمي ليا كان في المدفعيه الخفيفه. فدول من صغري عارفه القصص البطوليه والملاحم البطوليه بتاعت ابطال حرب اكتوبر دي انا شاربها. يا استاذ ايمن، انا لو ما سمعتش لحظه الدخول هيحصل لي حاجه متاكده ناس لحظه كتير. الدخول
انا لما جيت وصلت ونزلت، وطبعا تجهيز طول الليل، وبعد صلاة الفجر نزلت وصلت الحدود الإسرائيلية. انا اقول لحضرتك انا جزئية بحب اتكلم مع نفسي. وصلت لغاية السلك، فبسأل نفسي سؤال وأقول تعرف يدي أيمن معنى الخطوة دي إيه؟ رحت قايل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا قبلها على طول كنت كاتب جواب لوالدي، قلت له احتسبني شهيد عند الله. كتبت له كده يا استاذ ايمن؟ ونشرته الجرايد وقتها. وصلت لغاية الحدود، رجلي الشمال ارتعشت، فكلمتها قلت لها هتثبتي معايا أهلا وسهلا، مش هتثبتي هقطعك من هنا أدخل من غيرك، لأن مفيش تراجع. هدف، وهو الصقر لكرامة الإنسان العربي المسلم من هؤلاء الصهاينة القتلة، قتلة الأنبياء. يعني أنا مش هقدر أقول هم إيه بالنسبة لنا، لأن تاريخهم كله من أول للآخر أسود. في حالة السلام وفي حالة الاستسلام اللي احنا كنا فيها، تاريخهم كاملة أسود. حتى آخرها تجارة المخدرات و تاريخ طويل. دخلت يا استاذ ايمن، نطقت الشهادة ودخلت. طبعا أنا راسم لنفسي خط سير مكان كمين، دخلت جري خط السير مكان الكمين، بكمن برقد على مكان الكمين. أنا منقيه في المنزل، بعد مني هنا أنا واقف لهم في 3/4 المنزل، بعد مني ب30 متر ملف. هيجي الأتوبيس بسرعته هضربه، المفروض هنا بعد ال30 متر هيلف، هيكون السواق ميت مش هيلف، هيتقلب في الوادي، هلحقه انا ال30 متر بعد ما الاتوبيس يكون قلب قلبه والتانيه، اخلص عليهم. وده اللي كان التصور الاساسي. ده التصور. اللي حصل بقى ايه يا استاذ؟ اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى بعت العربيه، اول عربيه تويوتا ربع نقل تبع الامداد والتغذيه. برقد الجربنديات هنا، برفع جسمي كده عشان العربيه دي كانت خارجه من بوابه الامن قبل الاتوبيس بدقيقتين او دقيقه ونص، برفع عشان ارفع الجربنديات عشان اتمكن من الرقود. لمحني دماغي سمرة فوق الكنر الحديد، داس بنزين، فارتميت على البندقية، طلعت البندقية وبغريزة التوجيه نشنت على وش العربية. دفعة تانية في الباب من تحت، دفعة تالتة، كملت معاه وانا بلف اسطوانة. وهو في ال25 متر خلصت الخزنة، بغير الخزنة، في ال25 متر عربية تانية طالعة جاية، عدت الملف وطالعة. العربية دي جيب مجهز شفر 2 جهاز. ال2 جهاز في اللغة العسكرية احنا عارفين ان هي تبع مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي. سرعتها تذكرت قول الله تعالى وما رميت إذ رميت، لأن أنا ما لحقتش أنطقها ولكن الله رمى. تذكرتها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ونشنت على وشه دفعة تانية، دفعة في وش العربية على مسافة 4 متر. وقفت، طلعت من مكاني في العمل العسكري اسمها هجوم وأغارة، تطهير من خلف العربية، لأن أنا قاعد كده اللي يهاجمني من هنا لغاية هنا أنا صيده بالراحة، إنما اللي يهاجمني من هنا عبال ما ألفله كده صعبة جدا. فأنا بجيله من إيه؟ من ورا، اللي هي التطهير والأغارة. بخلص بالبندقية، ببص طلقة وبوز البندقية في الإزاز، طلقتين تأكيد. هو ماسك كده الرشاش العوزي وماسك كده أكرة الباب، طلقتين تأكيد هنا. لفت له بعد ما اديته طلقتين تأكيد، لقيته عميد في مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي. ده بعد كده عرفت ان هو 1 من 5 في مفاعل ديمونة النووي. ربنا أكرمني، رجعت مكاني الباص الأولاني بتاع الفنيين والعساكر، نشنت عليه، تذكرت قول الله تعالى وقلته، ودخلت السواق في مسطرة متدرجة. هو هياخد بقى الايه السيناريو اللي انا رسمه. بس كانت الخطة ان لو الاتوبيس ده عدى، لان هم اتوبيسين، واحد فنيين وعساكر وواحد ضباط، فباينين الاتوبيسين. لو جه الاول اتوبيس الفنيين والعساكر هسيبه يعدي علشان ما يشغلنيش وما تشغلش معاه، انا عايز اتوبيس الضباط. بس مع وجود دول ما ينفعش اسيبه يعدي. نشنت عليه، ضربت، عدى بيني وبينه، مكمل معاه الخزنة قص بعد ما دخلته في مسطرة متدرجة للرماية.
غيرت الخزنه وطالع من مكاني، اديته طلقتين تاكيد بعد ما اترمى قدام وش مني على الارض. لا انا اتفضل كملي، وعايزه اعرف راح ضحيتها قد ايه العمليه دي؟ العمليه بعد كده جه اتوبيس طبعا الضباط، فاهماني؟ بعد اتوبيس الضباط اشتبكت بقى مع اول اتوبيس الضباط في حركه، وهي استقطاب خصم في نص العمليه، لان انا كنت مكشوف في نص الاسفلت جنب العسكري الاسرائيلي، وببص لقيت الاتوبيس ظاهر في نص الاسفلت. فتصرف سريع، انا لو نطيت الناحيه دي او نطيت الناحيه دي هيكتشفوا امري، الاتوبيس هيرجع ريفيرس لورا، هيختفي عني وبعدين ينتشروا، مش هقدر عليهم، مش انا عايز المهم كلهم جوه الاتوبيس. فتظاهرت ان انا مصاب، استخدمت موقع العربيه الجيب وموقع الاتوبيس اللي مايل كده بالعرض ان انا مصاب، ورحت مميل ايدي ورا ظهري، مخبي البندقيه في استقامه رجلي وداخل عليهم بعرج فاطمنوا وقربوا. نزلوا المنزل، بقت المسافه بيني وبينهم يعني تسمح لي ان انا افرق لون لبسي ولبسهم، ورحت هاجم عليهم ضارب. اشتبكنا مع فرد الامن، خلصت على الاستاف اللي قدام كله، اشتبكت مع 7 ضباط، اشتبكت طول الاشتباك وخلصت معاهم 7 خزن، وربنا اكرمني وانا في حركه التفافيه جبت بقى لقطت العسكري الاسرائيلي العجل اللي كان اساس الحكايه اللي كلها. كان اساس الحكايه كلها، وجبته وربنا اكرمني واديته في جسمه الصفه التشريحيه. بعد كده جاي 16 طلقه، منهم 11 طلقه في منطقه القلب، لان المسافه بيني وبينه 3 متر. هو فوجئ بيا من ورا العربيه طالع، لان انا في حركه التفافيه وواحد زميله بيصرخ اهو. هو خد رده الفعل بتاعت العربيه كده، رحت انا يا دوب حاطط البندقيه في صدره ومفرغ فيه الخزنه كامله. يعني انا عارفه انه مات في الحكايه دي 21 جندي، 21 ما بين جندي وظابط، واصابه 20. وربنا اكرمني ورجعت وتمكنت من الرجوع. وانت ما كانش في ولا اصابه بالنسبه لك يا استاذ ايمن؟ لا، انا كان في طلقه واحده هنا لسعه واخدها من فرد الامن الاسرائيلي اللي كان في الاول. دي كان بعد في اول الاتوبيس الثالث كويس الرابع. وبعدين ورجعت تاني على رجعت بعد محاصره الدوريات اللي هنا اللي هي بتامن الاتوبيس ورا، خافوا يجوا على الاسفلت واللي الناحيه دي جريوا مني. فتخيلي ان انا عسكري مصري بجري ورا العساكر الاسرائيليين وهم معاهم سلاح وبيجروا قدام مني على الاسفلت، ولكن كان طلوعي وراهم الدوريات دي تكشفني اكتر. فبقيت محاصر شبه في حاجه اسمها كماشه، وانا في النص هم عايزين يقفلوا عليا وانا بجري بفلت منهم ناحيه الجانب المصري. انا كان كل هدفي ان انا اجري وهيسيبوني واصاب واموت على داخل الحدود المصريه. فكان قمه املي ان انا اوصل داخل الحدود المصريه واستشهد داخل الحدود المصريه. ووصلت يا استاذ ايمن؟ ووصلت. وكان كل حرصهم ما يجروا عليا عشان يقفلوا عليا الكماشه، كان حرص ان انا اجري واموت جوه الحدود المصريه. هو ده اللي خلاني اخرج بسرعه جامده جدا من داخل الارض المحتله. يا دوب وصلت الحدود المصريه، دخلت حوالي 80 متر، ظهر الهليكوبتر الاسرائيلي طارد فيا مسافه بسيطه جدا لغايه اول الوادي، هي مسافه حوالي 80 متر. لا تتخيلي ال 80 متر دول انا ما كنتش بجريهم، انا كنت حاسس ان انا بقدف برجليا كده، بعمل كده، انا طاير. كم الذخيره اللي هم ضربوها عليا تعدى 980 طلقه، ومفيش حاجه منهم صابتك؟ والحمد لله هي طلقه واحده. يعني انا كان لواء في اداره التخطيط بيرسم صوره كده، بقول له انا بعمل كده وحط حواليا 50 طلقه، واعمل كده حط مكان الفراغ 50 طلقه. دي عنايه الهيه ربنا سبحانه وتعالى. كويس. وبعدين سلمت، انا عارفه سلمت نفسك بعد كده، ووصلت برضو بطريقه ما لمشروع عثمان احمد عثمان، مهندسين بتوع المشروع، وقاموا بعمل جليل وجامل جدا. عايز ايه يا ابني؟ قلت له عايز اوصل للمنطقه المركزيه. قال لي طب ايه رايك تروح منطقه جيم قياده المنطقه؟ قلت له تمام. بس انت ما سلمتش نفسك لوحدتك، للوحده بتاعتك؟ لا، لان الوحده بتاعتي هدخل جوه الجبل. فقالوا لي احسن بدل ما تدخل جوه الجبل ويرجعوا يرجعوك تاني على المنطقه المركزيه، ما المنطقه المركزيه اهي تروح عليها على طول، القياده بتاعت المباشره افضل. كويس. رحت هناك، فاتجهنا للقياده المباشره. رحت هناك، قابلت اول ضابط الله يمسيه بالخير، اسمه محمد المقدم محمد النقيب محمد المسيري. ده شخصيه رائعه، له كلمات ما زالت في يعني. قال لي، قلت له انا حاسبها ان انا شهيد وميت ميت.
فقال لي ولنعتبر ان، قلت له سليمان خاطر قبل مني رحمه الله عليه، الشهيد سليمان خاطر. فقال لي لا، اعتبر نفسك يعني ايه شيء، والشهيد سليمان خاطر ده كان له ظروف وواقعه، ولكن انت خليك معانا واحنا هنحافظ عليك بعينينا وانت ساعدنا. فكانت توجيهات طبعا، وسلمت نفسي بعد كده لقياده الجيش الثالث. كم كبير من الضباط تعاملوا بروعه جامده معلش جدا. قبل ما تكمل يا استاذ ايمن، انا عايزه اتوقف عند الوقت اللي دخلت فيه للارض المصريه بعد يعني كل اللي انت شفته ده وكل اللي مريت بيه، كان احساسك ايه؟ لا، هو احساس رائع. انت عارفه مثلا ايه الانسان لما بيبقى في الحج عامل ازاي؟ المصري اللي ما حضرش ميدان التحرير والمصري اللي حضر ميدان التحرير، ده فرق في المشاعر بين الاثنين. انا يعني عارفه، انا كنت بعمل عمل واحتسبه عند الله ان انا شهيد، فمش مستني من وراه. يعني ما كنتش انا وصلت المكان داخل الحدود المصريه، انضرب عليا طلقه وهي اسمها الطلقه القاتله. بعد ما قعدت تحت الشجره اول الوادي، الهليكوبتر رفعت الناحيه الثانيه، العسكري الاسرائيلي رقد على التبه اللي هم الاثنين اللي كانوا بيطاردوا ورايا. انا قعدت، هو ضرب طلقه، انا بحسب هروح فين. انا ما كنتش مخطط اصلا ان انا اوصل المكان ده. اطلع النقطه بتاعتي، هنضرب من ظهري، ادخل الوادي، هتحبس، اجري كده هطلع. فعامل كده بفكر، فبرفع دماغي ابص نظره وداع للنقطه بتاعتي اللي كان لها منظر جميل جدا، فهو ضارب الطلقه هنا. انا برفع راسي كده وهي عامله كده، لمست الحته دي، هوا بارد محرك رموش عينيا، ومعديه خطف بصري كده، معديه وضربه في الحصو ومكسراه، وبعدين الصوت بتاعها وصل. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هو الحامي يعني، الحارس. الحارس. طب معلش، لان وقتنا للاسف بينتهي يا استاذ ايمن، انت سلمت نفسك، عايزه بقى سريعا كده نعرف بعد كده ايه اللي حصل. انا عارفه انك اتحاكمت وخدت 12 سنه سجن. اول قياده قابلتني كان اللي هو قائد المنطقه بتاعتنا، يعني حصل كلام كتير مفاده ان هو قال لي يا ابني انا هبعت اجيب الكاميرا. بعت جاب الكاميرا، قال لي انا هصور معاك صور شخصيه، الصور دي مش جهه تحقيق ولا حاجه، انا يكفيني ان انا اوريها لاولادي وافرجها لاحفادي، اقول لهم انا شرفت برئاسه هذا العسكري. احنا عندنا كتير زيك كده ايمن. قلت له ايوه في كتير، وفي عساكر عندهم وطنيه، وخير اجناد الارض الجند المصريين. طيب خليك معانا ثواني يا استاذ ايمن، لانه في مداخله وفي اتصال من الضابط اللي كان مكلف بحمايتك اثناء التحقيقات، ولكن هو قبل ما تذكر الاسم معلش، هو يعني بيرجو عدم ذكر اسمه لان هو لسه في الخدمه، فاسمح لي. مش هنقول وانا حاببهم، بس انا هعرفه من صوته. تمام، بس ما بقول لنا بعد الهوا مش قبل الهوا، مش واحنا على الهوا. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا ايمن؟ الله يخليك يا فندم، الله يبارك فيك حبيبي. فاكر لما جبتك بالليل الساعه 12 في الميكروباص يا حبيب قلبي، ما تقولش الاسم، هو طالب. طبعا هو حبيبي هو قال لك النقيب طارق. طب ما حضرتك بتقول الاسم اهو يا فندم. لا، وهو دلوقتي مش نقيب يعني، ده هو باشا دلوقتي يا حبيب قلبي. فاكر واول مره في القفص لما قلت السكتير ما جات لي انا معلش عامل عمليه كده، السكتير ما جات لي في الطلقه اللي جات لك دي، والمحامين نطوا على القفص، لا انت ما اتصبتش. فاكر انت؟ ايوه ايوه حبيب قلبي، فاكر والله فاكر. مامتك وباباك هتوجد النقيب طارق. طبعا والدي الله يرحمه ورحمه الله عليه، والدتي هي اللي فاكراك والله، وفي سيرتك على طول. الله يخليك، انت جزء ومهم جدا في تاريخ حياتي طبعا. انا ايمن لما جبته بقى حضرتك كان ايمن متاثر قوي يا فندم على فكره، كبيره قوي حقيقي. وكان انا قلت له حتى هو جاي في الميكروباص، بعدين فكيت له كل حاجه، قلت لهم لا، وبعدين كنت واخد حلويات وبسكوت معايا. فاكر ايمن في الميكروباص؟ فاكلت منه، قلت لك انت بالنسبه لي انا ضابط جيش، انت بطل بالنسبه لي. فاكر انت فاكر والله، وبعدين فاكر. حكيت لي القصه دي كلها ب 421 طلقه. تمام. وبعدين جبتك هناك بتاع بقى، وبعدين فعلا احنا طبعا كقوات مسلحه اتعامل معامله يعني فوق العاده. واسالي ايمن حتى اتعامل يعني انا عارفه انه مع تنفيذ القانون انا عارفه انه تنفيذ القانون كان شيء، ولكن بتهيألي عايز اعرف انتوا كان يعني كمسؤولين بالجيش كنتوا شايفينه ازاي؟ كنتوا شايفينه فعلا هو قام بعمل بطولي؟ لان ده اللي هو كان طالع يعمله بالفعل. هو ده كان سؤال اتوجه لي حقيقي في المحكمه. وايمن فاكر كان المحامين اللي هم بيدافعوا عن ايمن قالوا طب انت ايه رايك في اللي عمله ايمن؟ قلت لهم مع ان انا
مع ان انا ما زلت يعني انا لسه انا ضابط في الجيش وكده، في الخدمة. لكن انا شخصيا من جوه بقول اللي عمله ايمن ده عمل بطولي، حتى المحكمه نهاريها سقفت وهاجت وبتاع وحاجات زي كده. ايمن كان كلنا بنقول كده يا فندم. لذيذ قوي، بس كان امور قوي عن كده حقيقي، كان رفيع شويه ما تخنش كده قوي، كان جسمه حلو قوي ايمن، وكان تقريبا بيلعب كاراتيه انا فاكر. ايوه يا كان فندم. بيقعد يحكي لي قصص وحاجات، كان بيعمل تماثيل بالصابون. كان فنان يعني كمان. وهو ليه كذا صوره معايا في البيت. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله دي وانا يا حقيقي. ريت تبقى تدي تليفون لايمن يتصل بيا ولو هو خليك بقى معانا، هم ياخدوا النمره دلوقتي حالا في انا الكنترول تليفوني ونديها النهارده منشور في لأيمن. مصر اليوم، في مقال الاستاذ بلال فضل في المصري اليوم مقال النهارده، دور وهتلاقي بلال تليفون فضل. ايمن. بشكرك جدا يا فندم. انا للاسف الوقت بينتهي، او الوقت انتهى الحقيقه. انا عايزه كلمه اخيره منك، عايزه اعرف منك يا استاذ ايمن النهارده انت بتعمل ايه وبتشتغل ايه؟ لانه خلاص انت ان كان هناك كان في محاكمه وكان في يعني طبقا للقانون كان لازم انه يكون في تصرف ما او تصرف قانوني معاك، انت خدته خلاص. الحمد بس انت لله في رب النهايه العالمين. بطل برضو. الله يبارك انت في فيك. النهايه بطل، تستحق انك تتكرم، تستحق ان انت تكون عايش حياه كويسه النهارده. انا عايزه اعرف، لان انا قريت في الحقيقه في المصري اليوم ان انت تعبت قوي الفتره اللي فاتت. هو بالظبط الامن كان عنده توجيهات، التوجيهات دي هي قفل جميع منافذ الرزق عني، لدرجه بعتوا يجيبوا للراجل، انا شهاده الجيش كانت رديئه، ما فيش شهاده جيش لمده 4 سنين، الفيش والتشبيه سوابق، حاجات جامده جدا، لغايه لما عدى السن بتاعي قدرت اغيرها من 1.5 سنة ان انا اجيب شهاده الجيش حسنه والفيش والتشبيه يطلع سليم، ولكن كنت عديت سن التعيينات. الفتره دي كلها كانوا بيقفلوا منافذ باب الرزق قدامي وسايبين لي باب واحد بس هو المفتوح، وبيزقوا قدامي ناس معاهم فلوس وعايزين يدينوا فلوس، وهو تجاره المخدرات او السرقه. كل باب عيش سليم شريف. مين اللي كان بيزقك في الاتجاه ده؟ الامن، اتجاهات كتيره. بص حضرتك، انا يعني سوري انا توجر بيا على مدار ال10 سنين اللي فاتوا من ساعه ما خرجت من ساعه ما خرجت، وناس لمت فلوس ليا في الامارات، لدرجه ان في زمايل جم وشافوني قلت لهم ادي الواقع بتاعي. تم المتاجره باسمك تقصد، او ناس لموا فلوس على اسمك على وانت ما انتش وانا معاهم مش موجود ولا واصلك منهم حاجه ولا متفق معاهم ولا اعرف حاجه. هو اول حاجه الاستاذ بلال فضل هو ده اللي ينشر والبرنامج بتاعكم، وانا اتوجه برساله الى كل انسان عربي مسلم تبرع وشارك ليا بمبلغ ما، عيني ما جاتش في عينه ولا ايدي جت في ايده، ان هو يرجع. واتصلت على واحد انسان ما وقلت له يا استاذي انت حضرتك يعني انسانه فاضله بتكلمه بتقول له ايمن وقع في ازمه ودخل في مشروع ارانب وخسر وعليه شيك مهدد بالسجن، فنطلب مشاركتك بس ان انت ب1000 جنيه تفك عنه الازمه لفتره شهر. قال لها ايمن من 3 سنين برضو حصل وضع كذا كذا كذا، وجت قالت لي يا ايمن حصل كذا كذا، قلت لها لا. ونرجع، قالت لي اتصل بيه، وادتني رقم تليفونه وخلتني اتصل بيه، قلت له ارجع بقى اللي انت اديته. حصل، انا فاهمه قصدك، حصل متاجره باسمك وناس لموا فلوس باسمك وانت ما وصلكش طبعا حاجه من الكلام ده كله. بتشتغل ايه النهارده انا النهارده بشتغل سباك على ايدي كده، اللي بيطلبني في التليفون بروح اصلح له حنفيه. ايه اللي انت عايزه النهارده؟ كلمه اخيره ليك، عايزاك تطلب اللي انت عايزه، لان حقك تطلب اللي انت عايزه بعد اللي انت عملته. انا نفسي في حاجه. اتفضل. انا والدتي نحج، هذه السيده الرائعه، ويمكن كلام الضابط طارق يدل، تعبت معايا تعب رهيب رهيب، نفسي انا وهي نحج بس، وشغلانه كريمه بس، وشكرا. ان شاء الله تاخد مش بس اللي انت طالبه، ان شاء الله تاخد اكتر منه كمان كتير، لانك تستحق يا استاذ ايمن. الحمد لله رب العالمين. انت شرفتنا النهارده. الله يخليك. وانا سعيده ان انا اتعرفت وقعدت مع حد زيك. الله يخليكي. الله يخليك. يعني غير اللي طلبه ايمن، وهو حقه يطلب كده واكتر كمان من كده. انا متاكده ان في ناس كتير هتكون مستجيبه للطلب ده، وناس كتير مش بس مستجيبه، هتكون متلهفه ان هي تعمل كده واكتر من كده لايمن.
لكن انا مبادره تانية باطلقها من هنا من 90 دقيقه، انه يستحق خلاص. اذا كان القانون بيقول ان هو يتحبس الفتره اللي اتحبسها، اهو اتحبس وادى اللي عليه قانونا، بس هو لسه في جزء المفروض كان يتعمل له ما اخدوش، من حقه انه يتكرم. انا بشكرك جدا يا ايمن. العفو يا فندم. بشكرك. ودلوقتي هنروح لفاصل، بعد الفاصل 90 دقيقه مستمر. فكركم من النهارده ضيفنا هو وزير القوى العامله والهجره دكتور احمد البرعي، لكن بعد الفاصل خليك في احسن حالاتك، استنونا.